الأخبار من العربية يقدمها صهيب شراير. أهلا بكم. في تسجيل نادر ظهر عزة الدوري النائب الأسبق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأمين عام حزب البعث المنحل. الدوري قال في بداية حديثه إنه يتحدث من محافظة بابل العراقية بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي الذي يوافق 6 من يناير من كل عام. وتحدث الدوري عما يجري في العراق حاليا، معربا عن دعمه ودعم شعب العراق للمعتصمين في الأنبار ونينوى، كما شن انتقادات لاذعة للحكومة العراقية متهما إياها بتنفيذ ما وصفه بمشروع صفوي فارسي لتقسيم العراق. أيتها الجماهير العزيزة الثائرة المؤمنة المرابطة في عراق العروبة ورسالتها الخالدة المعتصمة في ميادين الجهاد في الفلوجة ونينوى وصلاح الدين وسامراء وفي كل مدن وقصبات العراق، إن شعب العراق وكل قواه الوطنية والقومية والإسلامية معكم، تشد على أيديكم وتؤازركم حتى تحقيق مطالبكم العادلة في إسقاط الحلف الصفوي الفارسي. كما توعد الدوري باستهداف كل من يقوم بدعم ما وصفه بالمشروع الصفوي الفارسي في العراق، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. تدرس اليوم موضوع البدء في الاقتصاص العادل والحازم من كل من يقف مع المشروع الصفوي في العراق ويسانده، عراقيين مدنيين وعسكريين. نحذر أولا الخونة والعملاء والجواسيس سواء داخل العملية السياسية ومن رموزها العفنة أو خارج العملية السياسية، الذين يساندون المشروع الخطير في القول أو الفعل أو العمل في جريمة تدمير العراق وتفريسه وخمأنته، بأن المقاومة الوطنية ستتصدى لهؤلاء قبل المالك وحلفه الشرير إن لم يتراجعوا ويلتحقوا بشعب العراق. واتهم عزة الدوري في كلمته المسجلة بمناسبة يوم الجيش العراقي، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتنفيذ مشروع لتقسيم العراق وإلحاقه بإيران منذ 7 سنوات. إن ما يجري اليوم في العراق وخاصة في عمليته المخابراتية وفي حكومة العملاء وتشكيلاتها ومؤسساتها فهو المشروع الصفوي التفريسي بكل عمقه وشموله، ينفذه الائتلاف الصفوي وبقيادة حزب الدعوة وزعيمه المالكي منذ أكثر من